السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من اللعيب على MBC مصر. حلقة مهمة جدا جدا جدا، فرضت نفسها باللون الأحمر. النهاردة الأهلي بيقول أنا هو، إنه الأهلي يا سادة، يا أساتذة، يا دكاترة، يا مهندسين، يا معلمين، يا كل حاجة، هو ده الأهلي يا جماعة. طالما الزمالك موجود الأهلي بخير. يعني النهاردة الأهلاوية يدعوا ربنا يخلي لنا الزملكاوية، ربنا يخليهم لينا يا رب، ربنا ما يحرمنا منهم دايما، ربنا دايما كده يجعلهم قدامنا في المواقف الصعبة يا رب. في أي موقف صعب نقابل الزمالك يا رب. لما تضيق بينا نقابل الزمالك، نتقابل مع الزمالك. في أي مشكلة تقابلنا نقابل الزمالك. حلال المشاكل للأهلي، الزمالك حلال المشاكل للأهلي. أهلي عنده مشكلة الزمالك يحلها، الأهلي عنده قصة الزمالك يحلها. النهاردة اوعى تقول لي يسترب، أزعل منك، أزعل منك. النهاردة لعيبة وزمالك، الزمالك ولعيبة الأهلي، عشان إيه؟ نبقى ماشيين في اتجاه واحد. طول ما الزمالك موجود الأهلي بخير. حلال المشاكل للأهلي هو الزمالك، حل له كل حاجة، مشكلة يحلها له، أزمة يحلها له. هيبتدي مثلا يخش في أي حتة كده كونفدرالية مش هيلاقي، الزمالك يفوق الأهلي. دايما كده اللي مفوق الأهلي، اللي مفوق الأهلي الزمالك، اللي مفوقه كده الزمالك. عظمة عظمة. العادة للأهلوية ربنا ما يقطعها عادة. ده لسان حال جمهور الزمالك العظيم اللي النهارده في الاستاد هو اللي كان موجود، هو اللي حضر. لكن لعيبة الأهلي كانت حاضرة، جمهور الأهلي كان حاضر، جمهور الزمالك كان حاضر. لعيبة الأهلي لعيبة الزمالك لم يحضر أحد، لعيبة الزمالك لم يحضر أحد. ايش تقول لي بقى سين ولا صاد ولا عين؟ كابتن طارق يحيى معانا النهارده يقول لك انا اكتشفت شحاته، يا ريتك ما كنت اكتشفته. كان رايح الزملكاويه النهارده، كان بيلعب مع الاهلي النهارده، لاعب رقم 12. النهارده شفنا حاجات غريبه في الكوره، الكوره كانت كارهه نادي الزمالك، مش حابه نادي الزمالك، مش حباه. لكن لما قلنا وعدنا وزدنا وقلنا اللي يراهن على الاهلي يكسب. تخيل بقى الاهلي لو هو ده الاهلي من بدري، تخيل الاهلي لو معاه مدير فني كان ايه اللي حصل. هو معاه مدير فني، لو كان معاه مدير فني يعني يقدر يتماشى مع امكانيات لعيبه الاهلي، كان ايه اللي حصل. الاهلي اللي حط نفسه في المشكله دي والزمالك اللي بيخرجه منها. يعني هي عاده للاهلاويه دايما بيقولوا يا رب ما تتقطع، والزمالك كالعاده بيهادي نادي الاهلي بكل شيء ثمين. لكن عشان نبقى منصفين وكلمه حق تتقال، لا زال الزمالك في المقدمه. مين الاول دلوقتي؟ الزمالك. ده بقى ايه؟ ده بالتساوي بالنقاط مع بيراميدز اللي بيتسحب. بيراميدز بيتسحب. السلام عليكم. طبعا توقعي الشخصي ان شاء الله باذن الله، يعني النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ممكن ياخد المركز الثاني. مش عايزين نفرط في الاحلام ونقول الدوري مش الدوري، لان الحقيقه الموقف صعب. اهم حاجه النهارده في مكسب النهارده هو استعاده الثقه في اللاعبين واستعاده الروح الجماعيه في الاداء، دي اهم نقطه، واستعاده شخصيه الاهلي وكسر انف
الزمالك والزملكاويه والاعلام الزملكاوي والمنظومه الرياضيه الزملكاويه بالكامل دوشنا على انفهم بالجزمه. كل الخطط اللي كانت موضوعه والحفله اللي كانت هتتعمل علينا كل ده طلع في شنك. انا بقول الدوري صعب لكن المركز الثاني مش صعب. ليه؟ ممكن ليه؟ هقول لحضرتك. اولا احنا في المواجهات المباشره متفوقين على الزمالك. انا توقعي ان ممكن احتمال كبير بيراميدز هو اللي هياخد الدوري. ليه؟ انا توقعي ان الزمالك هيقع في الماتشات الجايه. هيقع في الماتشات الجايه. ولو الزمالك وقع في الماتشات الجايه ماتش واحد الاهلي هيحصله في النقاط، وساعتها المواجهات المباشره لصالح الاهلي. المواجهات المباشره لصالح الايه؟ لصالح النادي الاهلي. طيب هتقول لي هو دلوقتي حاليا بيراميدز متساوي مع الزمالك. لو الزمالك وقع مباراه واحده كده بيراميدز هيكون فرق بالدوري واخد البطوله، لان بيراميدز هيكسب الماتشين الاخر. اما الزمالك لو وقع ماتش واحد هيتساوى مع الاهلي، والاهلي متفوق في المواجهات المباشره فهياخد منه المركز الثاني. تخيل السيناريو ده لو حصل. تخيل السيناريو ده لو حصل الزمالك يروح للكونفدراليه. تخيل السيناريو ده وفكر كده معايا يا على الجلطه والازمات القلبيه. بالمناسبه قبل ما اكمل عايز اعزي في وفاه المشجعه الزملكاويه، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها ويرزقهم الصبر والسلوان يا رب. في النهايه دي كره قدم، مهما كان احنا بنفرح او نحفل على بعض او الكلام ده، لكن ربنا يرحمها ويسكنها في فسيح جناته. الرياضه اخلاق قبل اي شيء. انا من شويه سمعت الخبر ده وشفته على مواقع التواصل الاجتماعي على منصه اكس وعلى الفيسبوك، بيتكلموا عن وفاه مشجعه زملكاويه بازمه قلبيه. ما اعرفش الحقيقه. انا اتمنى الرياضه تفضل في اطارها اللي هو رياضي وتنافسي بعيد عن الضغط والكلام ده. صدقوني والله الكلام ده كله احنا كجماهير احنا بناخد المتعه والحلاوه والاداء، بنعصب نفسنا اكتر من اللعيبه في الملعب حتى المدربين. كل التقدير والاحترام لاي واحد روح النهارده زعلان، مفيش مشكله، دي كره قدم يا جماعه. لكن عايز اقول ان النادي الاهلي النهارده يا جماعه بيستعيد ذاكره النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. احنا من بدايه الدوري السنه دي الصراحه، من بدايه الموسم احنا كل ماتش بنحط ايدينا على قلبنا ومن المباراه. لكن النهارده انت كنت قاعد بتستمتع بكره قدم، تحس ان اللعيبه وضع تاني، روح تاني، اداء تاني، شكل تاني خالص. بن شرقي اللي كل الاعلام قاعد يقطع فيه ويقول لك اسوأ مواسمه وبن شرقي والاهلي هيبيعوا والكلام ده، وكل دي اشاعات والله كلام غير حقيقي بالمره. النهارده بن شرقي اهو، يعني عايز اقول لك رجل المباراه بامتياز، رجل المباراه بامتياز، يعني هدف واسيست ولا اروع. يعني هو جاب جولين وهو اللي عامل الاسيست بتاع حسين شحات، يعني جاب الجولين الاول والثالث ده بقى حكايه مزيكا دلع زي ما انت عايز تقول. ما يجيبوش الا واحد بمواصفات اللعيبه التقال، كابتن خطيب، كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه يا رب، اللمسات الجميله كده الحلوه، كابتن ابو تريكه امير الموهوبين. النهارده بن شرقي بيجيب جون ولا اروع، بيعمل اسيست لحسين الشحات جميل جدا، والهدف برضه بصناعه حسين الشحات هدف جميل جدا برضه كل امانه. الهدف الثاني هدف لا النهارده يا جماعه اللعيبه النهارده ان شاء الله كانوا نجوم، وكمان مصطفى شوبير بيستعيد مستواه بقوه.